زمان كانوا بيقولوا إن البيوت أسرار، الحياة هادية وكل أسرة بتهتم بشؤونها ومحدش يعرف أسرار بيت التاني. وكنا بنعلم الأولاد إن الأسرار الخاصة ببيوتنا محدش يعرف عنها حاجة خالص. كان آخرنا طبق الأكل اللي بيتنقل من شقة لشقة، وقعدة دردشة آخر اليوم على البسطة كنوع من أنواع الفضفضة يعني. إنما حياتنا بحلوها ومرها، مشاكلها وفرحها خاصين بينا إحنا، ومحدش يعرف عننا أي حاجة. حتى في مناسباتنا سواء فرحة أو حزن كنا بنقف جنب بعض جدعنة ومحبة ونقضي الواجب، ومش محتاجين نعرف تفاصيل أكتر. وما كانش بيحصل أحداث غريبة أو ملفتة. مع مرور الزمن وتطور الأفكار ووجود وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار فكرة صناعة المحتوى، بقت الحياة هي المحتوى، وكل الناس داخلة في حياة كل الناس بطريقة غريبة جداً.